اهلا بيكم من امريكا مع ايمن. في الكام ساعه اللي فاتت في خبر على تويتر منصه اكس تصدر الترند حول وفاه الرئيس الامريكي دونالد ترامب. الخبر ده اللي صاحبه وجود صوره على ايد الرئيس دونالد ترامب، اللي هتشوفوها على الشاشه دي بتبين ان في زي مرض خطير. وفي ناس كمان حطوا مع الصوره دي صوره للملكه اليزابيث ملكه انجلترا قبل وفاتها بنفس الصوره اللي على ايديها، الباتش اللي على ايديها اللي لونه غامق، وبيقول ان ده مرض بيصيب الناس وبيموتوا بعده على طول. الحقيقة الصورة دي صورة قديمة، والصورة دي اتنشرت من أكتر من شهرين، اتلقطت لرئيس دونالد ترامب في أحد اللقاءات الصحفية اللي كانت في البيت الأبيض، وطلع بعدها على طول تاني يوم كارولاين ليفيت المتحدث باسم البيت الأبيض وكدبت الخبر وقالت إن الرئيس دونالد ترامب ما عندوش أي أمراض مزمنة ولا أي حاجة تعوقه عن أداء عمله، بل بالعكس الرئيس دونالد ترامب بيتمتع بصحة جيدة، وبالنسبة ان هو 79 سنة فهو بصحة كويسة جدا جدا، وبيسافر وبيقدم مهام عمله. كتير من الصحف العالمية زي نيويورك تايمز وكتير من الأخبار كدبت الموضوع ده، أن الرئيس دونالد ترامب كويس وبصحة جيدة. وعايز أقول للناس اللي بتتمنى أن الخبر ده يكون حقيقي، الرئيس دونالد ترامب كويس، وهو حاليا في الوقت اللي أنا بسجل فيه الفيديو ده آخر أخبار عنه أن هو راح يلعب جولف. فما تقلقوش، ترامب حلو وإن شاء الله يفضل حلو. أشكركم جدا، وكان معكم أيمن من أمريكا.